المرجو دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، هذا فضلا وليس أمرا، وشكرا. أوضح موقع كورة الرياضي أن إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد الإسباني اختار تمثيل المنتخب الوطني المغربي مستقبلا على حساب إسبانيا، وذلك بعد نهائيات كأس الأمم الإفريقية المزمع إقامتها بكوت ديفوار مطلع السنة المقبلة. وأكد المصدر ذاته أن إبراهيم دياز فضل تمثيل المغرب بدلا من إسبانيا، لكنه اتفق مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على عدم المشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية بعد حصوله على فرصة المشاركة مع ريال مدريد. وأشار الموقع ذاته إلى أن إبراهيم دياز سيعيش فترة مهمة مع ريال مدريد خلال يناير وفبراير المقبلين بخوض 16 مباراة في غضون 48 يوما، بعدما ضمن رسميته مع النادي الملكي منذ إصابة فينيسيوس جونيور. وشددت المصادر أن إبراهيم دياز تلقى ضمانات من المدرب كارلو أنشيلوتي للمشاركة المستمرة، ولذلك فضل اللاعب عدم الحضور للكان، وأنه سيكون حاضرا مع منتخب المغرب في بقية مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. المرجو دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، هذا فضلا وليس أمرا، وشكرا.